ازيكم يا اخواتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض الكابوريا بالمرتة. رحت النهارده بقى ايه السوق كده، و لقيت الكابوريا حلوه يعني، وحجمها حلو وسعرها حلو يعني. دي كابوريا دكورة. في طبعا دكورة وفي نوتي، بس انا اللي لقيتها حلوه وحجمها حلو كده الايه الدكورة. فهنشيل القوانص بتاعتها دي خالص كده. ماشي. زي ما انتوا شايفين بتتشال كلها كده. طبعا مش بنرميها، بنسيبها علشان هنسلقها طبعا. بتقعد بقى ايه الحاجات دي بقى ايه تمصمصي فيها كده، بيبقى فيها لحم كده وجميلة. خلاص بتفتحي بقى الكابوريا زي ما انت شايفاني كده، وبتبدأي تغسليها كده، تشطفيها. تمام. و وانتي بتشطفيها يعني حاولي انك الكابوريا الغطا بتاعها ده يبقى ايه، يبقى يعني معاها، بحيث لما تيجي تقفلي ما تبقاش مثلا ممكن تبقى واحده يعني كبيره شويه واحده صغيره. لا، بتحط الاتنين مع بعض. وانا برضو هوريكم، وانا بعد ما نجهز المرتة مع بعض هوريكم بنقفلها ازاي. طريقتها سهلة وبسيطة جدا، مفيهاش اي افتكاسة خالص. صلوا بينا على سيدنا محمد. حطي بقى اللايك، اعملي سبسكرايب للقناة، وما تنسنيش بقى في الكومنت الجميل. هنغسل بقى ايه وهنفتح الكابوريا بنفس الطريقة كلها كده. الكمية بقى اللي انت عايزاها يعني، كيلو، كيلو ونص، 2 كيلو، حسب الافراد اللي هياكلوا يعني. خلاص بصوا انا حاطه كل 2 غطاء يعني الكابوريا والغطا بتاعها ازاي. بعد بقى ايه ما خلصنا، يعني نخلص الكمية كلها كده. بصوا ما شاء الله. بعد ما غسلناها وفتحناها زي ما انا وريتها لكم بالظبط. تمام. هنجهزت انا معايا حوالي 5 بصلات فرمتهم في الكبة. ومعانا بقى ايه 3 حاجات بس هنبهر بيهم البصل. ملح وفلفل وكمون. ده البهارات بتاعه المرتة بتاعه الكابوريا، ما بيتحطش اكتر من كده. تمام. هنقلبهم بقى كده مع بعض زي ما انتوا شايفين. وهنبدأ بقى ايه دي يعني ايه بعملها بايديا كده عشان هي اسمها مرتب، بتمرطيها كده بايديكي كده. طبعا اي واحده ست بيت يعني واقفه في المطبخ بيبقى ليها زي الفل يعني، ونضيفه ودايما بتغسلها. فعشان محدش يعني يقرف ويقول بعمل بايديا او كده يعني. بعد ما خلاص بقى كده هنجيب، بصي بقى انا هوريكي بقى انا ايه هعملها ازاي. بصي بتاخدي شويه كده بتحطيهم في الغطا بتاع الكابوريا ده كده. ماشي. وتجيبي بقى ايه الحته التانية اللي فيها اللحم، وبرضو تحطي فيها شوية كده، وتبدأي انك ايه تقفليها. ماشي. اهي. خلاص هنجيب بقى بكرة خيط. بكرة خيط اي بكرة بقى لأي لون عندك يعني. وهوريكم بقى ايه هنقفلها ازاي. الطريقة دي الطريقة البورسعيدية يعني، بصوا على اصولها. هتمسكي بقى الخيط كده زي ما انت شايفة، تبدأي انك تلفي كده. تمام. من الجوانب كلها تحاولي انك تلفي علشان تقفلي تقفلي عليها، بحيث لما طبعا هتاخد تتسلق شويه فما تفكش بقى، والمرته اللي احنا عاملينها تنزل منها. خلاص يا حبايبي. بصوا اهي زي ما انتوا شايفين كده. بصوا شوفوا، بصوا انا عاملاها ازاي، مقفلاها ازاي. هنكمل بقى كله بنفس الطريقه كده. احلى حاجه ان الكابوريا لازم تبقى جايباها يعني جايباها طازه في نفس اليوم. ما ينفعش انك تجيبيها مثلا ومن بالليل وتعمليها الصبح، او تحطيها في الفريزر وتطلعيها. لا، هي الكابوريا لازم تبقى طازه. الوصفه اللي انا بعملها لكم دي هي بصوا، هي احنا بنسميها كمان عندنا مدفونه الكابوريا. تمام. برضو دي وهي بنفس الطريقه كده. وانتي بقى يا جميلة بتتفرجي كده على الفيديو، فعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد.
وتشوفيني كده وتشوفي فيديوهاتي اول باول، ففعلي زر الجرس يا ست الكل علشان يوصلك كل جديد. تمام. هنخلص بقى الكمية كلها بنفس ذات الطريقة كده اهو يا حبايبي زي ما انتوا شايفين. بصوا انا قفلتها كلها اهي زي ما انتوا شايفة كده. وجبت بقى الحلة بتاعتي مليتها بقى شوية مية، مش كتير قوي لان هي طبعا مش هتقعد كتير، يعني هي بتقعد من 10 دقايق لربع ساعة كده على النار. تاخد بس الاول ايه السلقة بتاعتها، لان المية اللي هي هتتسلق فيها هنسوي بيها الرز. تمام. زي ما انتوا شايفين كده هنرصها كده في الحلة بالراحة خالص. عايزه اقول لكم ان الاكله دي خطيره خطيره خطيره، وطعمها حكايه ما شاء الله، طعمها حلو جدا. بعد بقى ما احنا حطيناها في الميه كده زي ما انتوا شايفين، هنبهر بقى الميه بتاعتها. هنبهرها لان زي ما قلت لك هنستخدم الميه دي في العقد بتاع الرز. ماشي. هنبهرها بايه؟ برضو هنبهرها بملح وفلفل وكمون برضو فقط لا غير. تمام. فصلوا كده بين على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. احنا يعتبر يعني خلصنا الخطوة اللي هي بتاخد وقت، يعني خطوة التنظيف بتاعتها وانك تحشيها والكلام ده برضو بياخد وقت معاكي يعني. خلاص هنسيبها بقى على النار كده من 10 دقايق لربع ساعة، وهنرجع كده مع بعض بإذن الله نقول لكم هنكمل ازاي. بصوا حبايبي هنا بقى هنبدأ نظبط الرز بتاعنا. هنجيب بس حلة معانا كده اللي احنا كنا سالقين فيها طبعا بعد ما الكابوريا اخدت السلقة بتاعتها، وصف شلناها وحطينا المية بتاعتها في طبق تاني. فانا غسلت كده الحلة. بصوا الكابوريا ما شاء الله استوت ازاي، شايفين الجمال. فهعمل في نفس الحلة لان هما يعني حوالي مقدار كيلو كابوريا مثلا، هنحط عليها كوبايتين رز. تمام. هننزل بقى بالرز بتاعنا كده. صلوا بينا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. حطي بقى اللايك كده وتابعي الفيديو للاخر. بأمر الله هيعجبك جدا، وهتعملي الكابوريا البورسعيدية على اصولها وبكل خطواتها البسيطة السهلة. خلاص حطيت طبعا ده من المية اللي احنا سلقنا فيها الكابوريا. طبعا كنا مبهرينها ملح وفلفل وكمون، بس انا هحط حاجة واحدة بس عليها، يعني ربع معلقة او اقل كمان من ربع معلقة كاري، عشان الكاري ده بيدي بس لون، يعني يدي لون بس اللي هو الاصفر ده مع الرز. خلاص. بعد بقى ما حطيناه كده هنقلب بقى الرز بتاعنا، واول ما يبدأ يتشارب يعني يبقى خلاص كده ما عادش الا فيه ميه بسيطه كده خالص. بنبدأ اللي احنا هنحط بقى الكابوريا بتاعتنا. بصوا والله يعني ما شاء الله احنا يعني انا انجزت رجيت من السوق وظبطت الدنيا زي ما انتوا شايفين كده. فالحمد لله في ساعتين زمن كنت مخلصه. بعد ما هي بدأت خلاص اهي المية بتبدأ تقل، برص بقى الكابوريا كده زي ما انتوا شايفين. ماشي يا حبايبي اهو. تمام. بعد بقى ما رصينا الكابوريا كده هنغطي بقى عليها بالغطا كده، وهنسيبها بقى يعني حوالي يعني اقل من نص ساعة لما الرز يستوي. خلاص وهوريها لكم في نهاية الفيديو. بصوا حبايبي الكابوريا اهي بعد ما الرز استوى. طبعا جبت السرفيس وحطيت فيه الرز كده من تحت كده زي ما انتوا شايفين ما شاء الله حلو ومفلفل وزي العسل. ورصيت بقى عليها الكابوريا والقوانص بتاعت الكابوريا انا برضو سلقتها في حلة لوحدها يعني. تمام. بصوا الجمال والله ما شاء الله، ريحتها تحفة تحفة ما شاء الله. وطعمها حكاية. يا رب كده بإذن الله يعني يكون الفيديو كده عجبكم، وتتعلموا الطريقة الكابوريا بالمرتة كده على الطريقة البورسعيدية. هتحبوها جدا. ما تنسونيش بقى في اللايك والكومنت الحلو والاشتراك في القناة.
وفعلي زر الجرس يا ست الكل عشان يوصل لك كل جديد. يا رب اكون دايما عند حسن ظنكم. اسيبكم بقى في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.